بصوا بقى الغريب ان لامار السنه دي عامل ترنج ودفايه نادر في قسم البيت امبارح، وشفته بقى في استلامات لامار والدفايات عامله شغل، فقال لي لا ده في دفايه رجالي وفي كمان وعندك الترنج الرجالي، يعني ما هوش حريمي بس. ماشي، طب تعالى نفتح الحتتين دول ونشوفهم كده سريعا. تلبيسه من اول لارج لغايه 3 اكس، اكتر من 6 الوان يا باشمهندس. لامار حكايه في الحريمي. تعالوا نشوف دي الستايلات الدفايه الرجالي بتاعته، دفايه لامار السنه دي. ده البنطلون عظمه العظمه، ايه الخامات الحلوه دي. واقول لك حاجه مبطنه من جوه يا باشمهندس، حته بقى تحفه التحفه. بص البطانه بتاعتها، لا 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 حته كده بسم الله ما شاء الله، مش لون واحد يا باشمهندس او اتنين، ده لون اتنين. بصوا الوانها كلها موجوده، دفايات لامار الرجالي والشبابي موجوده بالوانها كلها، بص ومقاساتها من اول لارج لحد 2 اكس لارج ما انتم شايفين. الله ينور على الناس. والترنج بتاعه حكايه يا باشمهندس. الترنج كمان حاجه كده برضو، ده مصنع لامار يا جماعه غني عن التعريف. دفايات الحريمه بتاعته فلامينجو مكسره الدنيا، عامل الموسم ده دفايه رجالي حكايه وترنج. شو الترنج عامل ازاي يا باشمهندس؟ على فكره متبطن قطيفه من جوه يا باشمهندس، الدفا كله الدفا كله يا باشمهندس. بصوا ده البنطلون بتاعه اهو، وده جامد جدا في فينش ستايل، وعلى فكره ينفع تخرج دي والله دي يعتبر خروج يا باشمهندس، خروج كده لذيذ. لا حته بسم الله ما شاء الله، نفس درجات الالوان، الازرق زيتي. انت هتاخد ايه يا نادر عشان اخد زي هناخد الاسمر يا باشمهندس. خلاص مش هحال عليك يا عم نادر، احلى نادر في الدنيا. السيزون ده مميز جدا بكل الستايلات اللي موجوده عند رأفت صيام، ما يفكوش رأفت صيام اصل الجمله في مصر، الكميات موجوده. ونادر في الحريمي بس كان جاي ياخد ترنج رجالي حبيبي يا عم طبعا حبيبي هندسه.